الاهلي وطلائع الجيش. الاهلي بيكسب طلائع الجيش 2-1 في ماتش صعب جدا بصراحه على النادي الاهلي، وماتش ممتاز جدا من فريق طلائع الجيش. فبرافو كابتن محمد يوسف، وبرافو كل الفريق بتاع طلائع الجيش، بصراحه عملوا مباراه كويسه جدا، بالذات كمان على الجانب الدفاعي. والناحيه الثانيه الاهلي عنده مشاكل في الجانب الدفاعي برضو، وعنده مشاكل في تفنيش الهجمات. وكان في حاجات غريبه بتحصل في الماتش كده برضو مثيره للجدل، وهقول لك انا في الفيديو ده سبب ان الاهلي رغم ان هو لعب بالتشكيله الاساسيه بتاعته، المشكله ان الاهلي ليه مش ظاهر بنفس الفتره اللي هو كان ظاهر بيها قبل كده، بعيدا طبعا عن التأليفة بتاعت الماتش اللي فات، دي حاجة مختلفة. أنا أحمد ياسر، وده برنامج مشترك. اشترك على القناة دي، ده اللايك الحلو على الفيديو ده. ويعني هندردش عن المفتاح الأساسي بتاع كولر، او هم مفتاحين في الوقت الحالي لاساسيين لكولر. المفتاحين دول تسببوا النهارده بعدم وجودهم لمشاكل كتيره جدا لكولر. اول مفتاح طبعا هم الاثنين قلب الدفاع بتوعه، سواء محمد عبد المنعم او محمود متولي، ربنا يرجعهم الاثنين بالسلامه. ان المشكله كانت الاساس ان هي دي اللعيبه اللي بتبني لك اللعب، وهي دي اللي بتبتدي الكوره بتاعتك، وهي دي اللي بتشتغل كل حاجه من البدايه. فبالتالي اتنين زي رامي ربيعه وياسر ابراهيم، ورغم ان هم بيلعبوا مع بعض بقالهم فتره طويله، او بمعنى اصح بيتمرنوا مع بعض بقالهم سنين طويله، الا ان لسه النهارده بنشوف في بعض الا في التفاهم. فبالتالي كده فبنايه الكوره وانت بتطلع في الجانب الدفاعي، بتطلع من اول الجانب الدفاعي لحد الهجوم اللي بتتمركز عليهم، هما الاثنين دولت كانوا عاملين لك مشكله في الماتش ده. بجانب بقى طيب الاثنين اللي في وسط الملعب اللي هم يسندوك، بدل الاثنين السرد باكين بتوعك مش عارفين يطلعوك بالكوره. هنتكلم على مثلا عمرو السوليه وجنبيه اليو ديانج، الاثنين برضو بعيد عن مستواهم بقى لهم فتره، او يعني الماتش ده كان واضح جدا ان هم بعاد عن مستواهم. على الجانب الهجومي في، لكن على الجانب الدفاعي كان عندهم برضو مشاكل، وعلى جانب الخروج بالكوره كان برضو عندهم مشاكل. المفتاح الاساسي الهجومي اللي كان عامل لك مشكله كبيره قوي هو علي معلول. الحركه بتاعت علي معلول لو انت لاحظت في الماتش ده، احنا كنا بنلعب 4 2 3 1. المفروض ان علي معلول دايما كان بيطير يبقى جنب احمد عبد القادر على الوينج الشمال او برونو سابيو. فالمفروض ان احنا كنا نشوف محمد اشرف في نفس المكان دوت، وان هو بيأدي دور هجومي بنفس الشكل. ولكن عشان امكانيات محمد اشرف مختلفه تماما عن امكانيات علي معلول، فبالتالي انت ما كنتش بتلعب بالحركه دي، وهتلاقي دايما محمد اشرف رابع مع الدفاع، ولو طلع يتقدم بيتقدم على استحياء، وحتى تقدمه ما كانش بالشكل المطلوب. وهو ده بيعتبر مفتاح اساسي في خطه كولر. فعدم وجود علي معلول وعدم اداء محمد اشرف لادوار علي معلول كانت مشكله كبيره برضه في الماتش ده. فنتيجه عدم وجود المفاتيح دي عملت لك مشاكل كتيره على الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. بجانب مفتاح اخير بسيط كده يعني، وده اللي انا هروح منه لسبب مشكله كانت موجوده في الجون. لما بيبقى ما اكرم توفيق بيلعب قصاده طاهر محمد طاهر، واكرم توفيق يطلع او يطلع من وراه كريم فؤاد لو اكرم توفيق مش موجود. طاهر محمد طاهر في الجوانب الدفاعيه متميز جدا، وبيعرف ينزل ويلم الدنيا شويه. ولكن التفاهم النهارده اللي كان موجود ما بين كريم فؤاد وما بين اكرم توفيق، كان الدنيا ما كانتش مظبوطه قوي، بالذات في الجانب بتاع الجون الاولاني. الجون الاولاني دولت يعني من وجهه نظري هي غلطه من مجموعه من اللعيبه، مش غلطه لعيب واحد. يعني ما اقدرش احملها لاكرم بس، وما اقدرش احملها لكريم فؤاد، وما اقدرش احملها للسرد باكين. ليه بقى للسرد باكين؟ لان انت المفروض لو انت يعني انا هحاول احط لك صوره دلوقتي، مش عارف احطها لك ازاي. الاثنين اللي موجودين في الدفاع ياسر ابراهيم وجنبيه رامي ربيعه. طيب رامي ربيعه المهاجم بتاع نادي بتاع دوت نادي طلائع الجيش خده ونزل بيه. فالمفروض مين اللي يحازي معاه عشان يبقى على نفس الخط جنبي؟ يعني هو خلاص بقى اكرم توفيق هتلاقيه على نفس المكان، وجنبيه واقف على حذاء رامي ربيعه. طيب المفروض ياسر ابراهيم ينزل، لا ياسر ابراهيم ما نزلش. ياسر ابراهيم علشان خايف المدافع يضربه فضل واخد خطوه لورا علشان ايه؟ ما يلبسش القصه. فبالتالي لبسها في الاخر لان هي اتفتحت من الناحيه الثانيه. طيب اللعيب اللي جه من ورا اكرم توفيق ده اصلا اساسا مش لعيب اكرم توفيق، ده اللعيب اساسا بتاع كريم فؤاد، المفروض ان هو ماسكه. فالمفروض ان كريم فؤاد لما يسيبه ويسلمه لازم يسلمه لاكرم، ويبقى فيه كوميونيكيشن ما بينهم. فبالتالي اللعيب دوت راح ضرب مصيده التسلل اللي قافلها اصلا، طبعا اللي فتح مصيده التسلل ياسر ابراهيم، وراح. وكان هنا المشكله الاكبر في الجون دوت لما دخل في النادي الاهلي هو محمد الشناوي ورد فعله. انت طالع يا شناوي، طالع تجيب الكوره يا اما تقف مكانك. طلعت اترددت، وفجاه لقيت نفسك بتتفاجئ بيخش فيه جون لوب. بصراحه برضو في لوم على محمد الشناوي. عشان كده بقدر اقول لك ان الجون الاولاني دوت مش مشكله بس اكرم توفيق، ولا مشكله كريم فؤاد، ولا مشكله ربيعه، ولا مشكله، لا مشكله مجموعه. فهنا انا بقول من وجهه نظري بسبب التغيير كتير في مركز قلب الدفاع بسبب الاصابات، هو ده كان عامل اساسي في المشكله اللي كانت موجوده عندك في المباراه ديت، او في الجون ده بالذات. ومن هنا خلص الشوط الاولاني، ورحت للشوط الثاني لكوره حلوه جدا لعبها الجون اللي احنا جبناه النادي الاهلي اللي جابه عن طريق احمد عبد القادر. الكوره اللي لعبها برونو سافيو، لعبها يعني
وقف عليها ثانيتين ثلاثه كده وخد معاه ثلاث اربع لعيبه لحد ما استنى ان بتاع دوت احمد عبد القادر يتحرك، واحمد عبد القادر اتحرك وحطها بالهيد وحطها بليسنج وكوره حلوه. بس انا برضو عندي تعليق يا جماعه، فكره الشعر اللي بيبقى طراطيفه اصفر ده كلنا بقينا نقلد صلاح، ايه القصه؟ انا شايف الدوري اللي شويه امام عاشور كان عامل شعر ابيض وشويه مش عارف مين كان عامل ايه، في ايه يا جدعان؟ بالراحه على نفسكم كده يا شباب، حب اركز في الكوره يا ابني. بس جون بصراحه لاحمد عبد القادر، جون ممتاز جدا، والمميز فيه هو تحرك احمد عبد القادر وفي نفس الوقت ان هو يقدر يوجه الكره بالهيد بالمنظر ده. الجون الثاني بقى هو ضربه الجزاء، يعني انا فاضل في الحلقه دي حاجتين اكلمك عليهم، حاله ضربه الجزاء، والحاله الاخيره اللي هتكلم عليها هي الحاله اللي بتاعت الجون الملغي اللي طلائع الجيش. الحلقه بتاعت ضربه الجزاء دي والله العظيم، والله لو كنت تتفرج عليها من البدايه هتحس كده ان في كوره مدارس. عارف انت لما تبقى مثلا في الدور الثالث في المدرسه وبتتفرج على تحت ان في ماتش كوره في الحوش، فبتلاقي طالع من الرمله بقى عفاره كبيره قوي كده عشان في سبعة تمانية بيتخانقوا على كوره. ده اللي كان حاصل. طيب هي اتحسبت ضربه جزاء ليه؟ لان اصلا الجون طلع ضرب اكرم توفيق وبعديه ضرب برونو سافيو، وبعد ما ضرب برونو سافيو اخدها من قدام احمد عبد القادر. بس انا كان عندي سؤال واحد للعيبه الاهلي، انتوا الاربعه واقفين بتتعازموا على بعض فيه، ما تشوف يا ابني اي حد فيكم يجيبها جون. فهي ضربه جزاء صحيحه والمفروض انها تتحسب، لان الراجل اصلا الجون ذات نفسه غلط غلطتين اغبى من بعض بصراحه. قبل ما يعني الكوره في كوره بتاعت اكرم توفيق اللي هو ما احتكش اصلا بالجون، الجون هو اللي راح واحتك فيه وضربه، وبعد كده هو قام ضرب برونو سافيو اللي هو برده ما احتكش بيه بس هو الجون ضربه، يعني ما تفهمش ايه الفكره يعني. فكانت بالنسبه لي لقطه كوميديه اكتر ما هي لقطه جدليه. اللقطه الجدليه الاخيره للحظه كده انا حسيت ان الحكم محمد عادل علشان قصه الاحتواء ونادي الزمالك بيحاول ان هو يهادي النادي الاهلي كده، عارف هو يقف معاه، يا عم الكره حلوه واتلعبت حلوه واتلعبت وغلطه من عند اكرم وغلطه من عند كريم، والحته دي فيها مشكله لما اكرم وكريم يلعبوا مع بعض هتبقى صعبه. انا شايف ان اكرم وطاهر محمد طاهر افضل، الا ان كريم فؤاد طبعا كتبديله كان واضح ان هو كان عظيم الفتره اللي فاتت، بس الكوره شكلها جون يعني. تكتشف في الاخر ان ابن الذين المهاجم بتاع اسمه ده بتاع طلائع الجيش مدد ايده وحاططها بايده. وعلى فكره اتعادت مرتين في المباراه ديت علشان بس نوضح يعني الراجل يوضح للناس مفيش اي حاجه ها كده، عشان بس ما تقولش الدوري اهلاوي والتحكيم والكلام ده كله والحاجه، لا مفيش، هي الكره الراجل حاططها بايده زي كره كده انرامو، بس على ايه، على اذكى شويه واصيع شويه. بس الحمد لله ان احنا عندنا فار ولقط الكره دي، لان طبعا لو ما كانت الكره دي اتحسبت وبعد كده رجعنا لقينا ان الراجل حاططها بايده، كنا كجمهور اهلي او معظم جمهور الاهلي كان هيطلع يقول لك والدوله اللي بتساند الزمالك والوزير الزملكاوي والاتحاد الكره الزملكاوي، وهنروح لكل القصص دي. لان احنا دلوقتي اكيد طبعا تبقى بتسمع النغمه، هو الحكم ده علشان عمل معاكم ماتش مش عارف ايه فعدلكوا ايه، هتسمع برضو الكلام ده في الوقت الحالي، ولكن ده الحال. احنا كنا بنلاعب فريق وكده بقى، بعد الاربع مباريات دولت بقى الفرق بيننا وبين الزمالك 4 نقط علشان هم تعادلوا امبارح، فما تزعلوش يا شباب. وادينا اللايك الحلو على الفيديو ده واشترك على القناه، واللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها موجوده تحت، تروح تتفرج عليها واشوفك الحلقه الجايه. السلام عليكم.